صباح الخير، ازيكم يا حبايبي؟ كل سنه وحضراتكم طيبين. انا طبعا عملت معاكم المحشي قبل كده وعرفتكم طريقته وازاي تلفوا المحشي، وهكتب لكم الطريقه كامله في صندوق الوصف. انا بعد ما لفيته بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، ما شاء الله، ما في الصابع اكبر من صابع. بالطريقه دي انا هعرفكم ازاي تحطوا العقد بتاعه. انت خلاص، انا حطيت كده الشوربه بتاعته. هتجيبي غطا خارجي بالطريقه دي وهتضغطي كده. طالما ان الميه مغطيه اول الغطا من هنا كده، يبقى انت كده العقد بتاعك مظبوط 100%. ايا كان الرز بيشرب ميه ما بيشربش ميه، هو العقد بالطريقه دي بالظبط يوصل لغايه حافيه الغطا بتاعنا اللي هو محطوط فوق حله المحشي. هو بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي معاكم. طب انتي لفه محشي على بيات وحطاه في التلاجة، بيبقى المنسوب بتاعه اقل من كده شويه، يعني ايه، يا دوب يوصل للمكان الاولاني ده بالظبط كده بس. ونقوم قافلين عليه الغطا وسايبينه لغايه ما يستوي. ده اشيل الغطا بقى تاني كده، اوريهولكوا كده زي ما انتوا شايفين كده. انا هغطي الورق اللي انا حاطاه عليه. الورق ده يا جماعه بيزود السوى بتاعته وبيخليه ما يتفكيش، وبيخليه كمان ما يطلعش رز بره زي ما احنا شايفينه كده. انا كده غطيت المحشي، هحط عليه الغطا التاني كده. انا كده ظبطته معاكم، والحله خلاص كده ما عادش ناقصها حاجه. انا هغطي عليه، وبعدين بعد ما يستوي هوريكم شكله عامل ازاي ان شاء الله. هنزله قدامكم وهكتب لكم في صندوق الوصف المحشي ده خد سوى قد ايه، هكتب لكم وهوريه لكم بعد شويه اما يغلى ان شاء الله. خلاص يا حبايبي، هو كده نشف من الميه، ما عادش فيه ميه خالص اهو، اهو زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله، ما شاء الله، نشف معايا اهو بالطريقه دي زي ما احنا شايفين كده بالظبط. باذن الله كده هيبقى مثلا ايه، هسيبه ربع ساعه على نار هاديه، وهحط عليه معلقه سمنه بلدي اقدحها عليه، اطش عليه معلقه سمنه بلدي زي ما احنا شايفين بالطريقه دي. مفيش رز طلع بره، مفيش فيه اي حاجه، بسبب ان احنا حطينا الورق ده على الوش، وكمان اللف اتلف لفه مظبوطه. ده شكله هوريه لكم ان شاء الله وانا بنزله على ان شاء الله، وانا بحطه على الصينيه بقدمه هوريكم شكله بعد السوى عامل ازاي. يعني اكل الشتاء، الاكله السهله. انا عملت صلصته، بحمر بصله، بحط كيلو طماطم، لتر من الطماطم، اسيبها تتسبك حلوه قوي. بحط 5 بصلات اضربهم في الكبه مع 3 ربطات، مع 3 حزمات شبت وكزبره. بضرب ده كله في بعضه، بهمكهم مع بعض قوي. واخر حاجه بعملها خالص هي الرز. لازم الرز ده يبقى اخر مرحله انت تعمليها عشان ما يعجنش معاكي. هتمرطي المرته دي حلوه قوي بالملح والفلفل، بهاراتك بتاعت المحشي، وبعدين تنزليها على الرز، تلفيها قوي قوي قوي، تحط عليها الصلصه وتبداي لف. انا هكتب لكم ده كله ان شاء الله في وصفات في صندوق الوصف بتاع القناه بتاعتي. واي استفسار واي حاجه يا ريت تتواصلوا معايا وتكتبوا لي في التعليقات ان شاء الله باذن الله. وانا بفضل بغرف المحشي ده هوريكم شكله عامل ازاي. حاجات سهله وبسيطه خالص، والاكله المفضله في الشتاء مع شيوخة الجماهير زي ما بيقولوا. ان شاء الله باذن الله هوريها لكم، يا ريت تنتظروني. شايفين يا حبايبي كده ما شاء الله تبارك الرحمن، كده استوي وبقى 10/10. ما شاء الله. هنزل قدامكم كده، انا هنزل قدامكم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر، اللهم صل على النبي. سخن قوي، مش عارفه اغلف. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كلبك. بسم الله الرحمن الرحيم. طعم جميل. شوف الرص عامل ازاي في الحله، ما شاء الله.
شايفينه عامل ازاي الرص بعد كمان ما غرفت المحشي. لسه الرصه برصتها ازاي، ما شاء الله تبارك الرحمن. ده شكله بعد ما نزلته من على النار. ما شاء الله، حاجات سهله وبسيطه، اكله معشوقه الجماهير، اكله الشتاء الصابع ولا اروع من ذلك. ولسه ماسك نفسه، مفيش حاجه منه اتفكت ولا رز طلع منه ولا حاجه. بعد كده ان شاء الله الفيديو الجاي هعرفكم ازاي تلفوه بالطريقه دي، ازاي المحشي ما يتفكش معاكم ويبقى بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. ده فيديو النهارده بتاع النهارده، ده المحشي بتاع النهارده. يا ريت يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد، وكل سنه وحضراتكم طيبين. شايفين يا حبايبي كده ما شاء الله تبارك الرحمن، كده استوي وبقى 10/10 ما شاء الله. هنزل قدامكم كده، انا هنزل قدامكم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر، اللهم صل على النبي. سخن قوي، مش عارفه اغرف. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كلبك. بسم الله الرحمن الرحيم. طعم جميل. شوف الرص عامل ازاي في الحله، ما شاء الله. شايفينه عامل ازاي الرص بعد كمان ما غرفت المحشي. لسه الرصه برصتها ازاي، ما شاء الله تبارك الرحمن. ده شكله بعد ما نزلته من على النار. ما شاء الله، حاجات سهله وبسيطه، اكله معشوقه الجماهير، اكله الشتاء الصابع ولا اروع من ذلك. ولسه ماسك نفسه، مفيش حاجه منه اتفكت ولا رز طلع منه ولا حاجه. بعد كده ان شاء الله الفيديو الجاي هعرفكم ازاي تلفوه بالطريقه دي، ازاي المحشي ما يتفكش معاكم ويبقى بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. ده فيديو النهارده بتاع النهارده، ده المحشي بتاع النهارده. يا ريت يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد، وكل سنه وحضراتكم طيبين.